انا قلت 100 مره السلم ده يتنشف كويس. خير يا حاج، في ايه بس على الصبح مالك؟ ايه اللي خلى السلم مبلول بالشكل ده؟ هتموتوني؟ اكيد هو الواد الحيوان ده اللي عمل الحكايه دي. مالك انا؟ بتبصلي بسماويه كده ليه؟ انت سماوي. في ايه بتبصلي كده ليه؟ جاتك نيله عليك وعلى امك. ما تغلطش في امي. امي ما تشتمهاش. السلام. محروق قوي عشان امك. طب ايه اقولك بقى ان انا هشتم امك دي زي ما انا عايز. وبعدين امك دي كانت ست عفشه وكانت سيرتها زي الزفت. يعني انت عارفها اهو، امال كنت بتنكرني ليه السنين اللي فاتت دي كلها؟ انت بتظلم على فكره، والكل ظالم نهايه. ايه ده يا انت؟ ايه اللي بتهببه ده؟ انت بترفع العصايه في وشي؟ انت جننت ولا ايه؟ فردوس. نعم يا حاج. الكرباج بتاعي اللي انت مخبياه هاتيه. بلاش والنبي يا حاج، الهي لا يسيئك عشان خاطري، بلاش. مفيش حد سيد حد. انت هترد عليا زفت ولا ايه؟ فردوس هات الكرباج والا انت اللي هتضرب بيه. طب تعالى قدامي بقى. انت الظالم. على اوضتك. انت الظالم. انا هضربك بالجزمه. انت الظالم. اطلع قدامي انا. انت الظالم. اطلع قدامي يا زفت. انت الظالم. استرها يا رب. روق يا حاج، روق يا حاج، وبلاش حكايه الكرباج دي. اخلص يا كلب، لا كسر عظمك قبله. حاضر حاضر يا حاج، حاضر. انا سايبه يكتفني بمزاجي يا سيد. سيد؟ انت بتقول لي سيد؟ كمان هتتجرأ على سيدك؟ ده الولايه كان زمانك بتاكل مع الكلاب في الشوارع. افتح يا حاج، يا حاج افتح، الله لا يسيئك. يا بابا كفايه يا بابا كده، حرام يا بابا. يا بابا حاج عنك انت، الواد هيموت في ايدك. قول انا وانا كنت هدبه بدل ما توجع دراعك. يا حاج خاف على نفسك، هيموت في ايدك. انت جديد انت هو. اخلص مسك المصايب. كفايه بقى. مين عليكم وعلى منظركم كلكم. معلش معلش يا حيلة، حقك عليا، انا قلبي بيتقطع وانت بتتضرب. حقك عليا انا. رايح فين؟ هندخل نشوفه يا حاج. ما عادش هشوفه، سيبوه مرمي زي الكلب كده. لا يا بابا عشان خاطري عايز اخش اطمن عليه. الله ما خلاص بقى يا جدعان، الله مش الحاج قال لكم محدش يخش، الله ما تخنوش اكتر من كده بقى. لا سمر مش عايز كلام، روح على اوضتك يلا. يلا يا اخوان، يلا يا اخوان، يلا. معلش يا حاج. سيد دقاق، انت الظالم ومفتري، وانا مش بحبك. سامعين اللي اتدبوه؟ اعمل فيه اكتر من كده يعني؟ ما تحترم يا بنفسك يا بدل ما اجي انا اربيك يا. وبعدين الواد ده مش هيقعد هنا ولا دقيقه واحده، لازم يترمي بره الفيلا. حرام عليك يا بابا. الفيلا ده انا ليا فيها زي اي حد، وانت عارف كده كويس، عارف ان انا ابنك. انت مش ابني، انت ابن حرام. انا مش ابن حرام، واذا كنت ابن حرام فيبقى انت الحرام. بتقول ايه يا كلب؟ اسمع علي، انا مش عايزك في الفيلا هنا، ما تدخلهاش تاني. انت مش ابني وما اعرفكش. لا يا حاج. لا يعني ايه؟ لا ابنك. ابني ازاي؟ انت الاخر بقى يعني ايه؟ وحيد يبقى ابنك يا حاج. ازاي يبقى ابني؟ كمال وراني ورقه الجواز العرفي اللي بينك وبين ام وحيد. وحيد ايه ده كلب؟ مش بتكتب ورق يا حاج. ولا ايه؟ انا فاكر حاجه. وحيد يا حبيبي تعالى عشان خاطري. يا وحيد ما تخافش من حاجه يا وحيد. واخد في وشك كده ورايح على فين يعني؟ مش عارف يا سما، مش عارف. ما تخافش يا وحيد، ارجع معايا عشان خاطري. وبعدين بابا صدقني مش هيقدر يعمل لك حاجه تاني بعد كده. وانا ايه اللي يضمن لي؟ انا مش هتقدري تعملي حاجه. يا ايهاب، يا ايهاب خليه يخش بقى معانا. ايهاب، انا
عايز اروح لكمال. خد يا وحيد، الكارت ده فيه كل المعلومات اللي توصلك لكمال، اوعى يضيع منك. وحيد وحيد انت رايح فين يا وحيد؟ سيبيه يا سمر، سيبيه، هو كده ماشي في الطريق الصح، وارجوكي مش عايز حد يعرف خبر بموضوع الكارت ده. يلا يلا حبيبي. ايوه يا كمال، الكلام ده حصل من ساعه بالظبط يا سيدي. انا كتبت له كل بياناتك في كارت واديتها له. هو لو ركب مع سواق تاكسي او اي حد واداله الكارت ده هيعرف يوصله لغايه عندك. ما هي دي المشكله، حالته النفسيه سيئه جدا. يا رب يعرف يفكر. عموما لو وصل لك يا كمال اتصل بينا طمنا. عايز كام؟ 35 جنيه. بس انا معيش غير دول. الله ده انت وعيتك سودا، انت منهم ولا ايه؟ ده انت النهارده اليوم مش معدي. فلوس اهي، خد الفلوس. فلوس ايه؟ بدل ما معكش تركب تاكسي، تركب تاكسي ليه؟ معلش حرام عليك. خد الدور. انا طالع اشتغل لعيالي. ما عملتش حاجه. حرام عليك. ما عملتش حاجه. بقول لك ايه؟ تعالى نروح القسم. القسم؟ ايوه امشي. يعني يا وحيد لا معاك بطاقه ولا فلوس ولا عارف عنوان اخوك. انا مش حافظ العنوان، بس لو شفت البيت هعرفه. بقول لك يا باشا، الجدع ده ولا عبيط ولا حاجه، ده بيستقبل يا باشا، ده شكله خطر على امن الدوله يا باشا، على البلد كلها يا باشا. ده حسابك كام يا اسطى؟ 25 جنيه يا باشا. خد 25 جنيه هم وانا هاخدهم من اخوه لما يجي. شكرا يا سعاده الباشا، خلينا الامن والامان يا باشا. السلام عليكم. اقعد يا وحيد. ممكن كوبايه ميه؟ كمان ميه؟ ماشي. هات كوبايه ميه عسكري. احكي لي بقى الموضوع من الاول. انا كنت رايح اجيب الورقه العرفي اللي بتثبت ان انا ابن سيد الدقاق، والورقه دي موجوده مع كمال. وكمال نجيبه ازاي بقى؟ الكارت ده فيه كل حاجه عن كمال.